ودلوقتي احنا في الموقف ورايحين البلد بستناها من زمان، وهي محل الخبز. بس نشوفكم هنا. قعدنا دي 5 مواصلة نركبها والله، ومش عارف اصور خالصس، فالتصوير هيبدأ من اول بكرة ان شاء الله. رايحين فرح اخت واحد صاحبنا، وده اللي هيخلينا نيجي المحلة، فقلنا نصور لكم بالمرة. يلا. بلد حلوة ومش زحمة أوي زي المنصورة، بس هي المشكلة اللي كل ما اسأل واحد على مكان فكل واحد بيقول لي حاجة مختلفة خالص. فهو تقريبا في الأماكن في تشابه أسماء في الأماكن يعني. فراح قابل صاحبي دلوقتي ومش عارف، هو كل واحد يقول لي قدام، لا التاني يقول لي ورا، فلسه اهو هنشوف. اخر واحد سالته قال لي اصلا هو مش هنا، هو في طلعت حرب. فانا في منطقه اسمها اصلا شارع الجيش. شارع الجيش ده في مكان اسمه المشحمه. هو قال لي في طلعت حرب ده مكان تاني اصلا. فهنكمل كده وان شاء الله نوصل قدام شويه. قابلنا الرجاله ولبسنا بقى عشان نروح الفرح، واتاخرنا والله، بس يلا بقى. مش مستنونا صح؟ المفروض ان الفرح يعني الساعه 9 واحنا لسه رايحين نركب عشان نروح الفرح، والساعه بقى 9:30. قلنا نروح لهم يكونوا خلصوا بقى الفرح. يلا نشوف. قمنا نروح يعني. يلا. حبيت اصور لكم اجواء الافراح هناك، بس يلا. اليوم الثاني في المحلة. ورايحين نصلي الفجر مع اخو العروسة. عارف اللي انت تعبان. الراجل مرضاش يضحي بصلاة الفجر والله، وهو مش قادر خالص. ادعوا له بالهداية وادعوا لنا احنا كمان. وبس المحل اهي، مفيش اي حاجة الفجر يعني. لسه ما نمناش. عاصمة باريس. ونشوف الفلوج بتاعنا بقى النهارده يعني. نضحي ولا بس الشبشب؟ لا بس الشبشب اخو العروسه اهو. اخويا اولك يا عبد الرحمن يا رجول. ان شاء الله منيمنا والله لحد الساعه 2 يا جدعان. استنوني في المنزله باذن الله. والله ما هتقصر. نصحى كده ونفوق نشوف هنعمل ايه. متصدق ابن خالة العروسة.
عامل لنا فطار والله، وحلف علينا ما احناش. يلا ما نفطر والله لا تفطروا اهو. عاد لا طيب. أكاد من فرط الجمال، فرط الجمال أزوب. من ضمن معانا منزلها احلى رجاله. تفعلوا زر الجرس وسبسكرايب. تفعلوا زر الجرس ايه؟ جرس. ابن بنت خالي انت من يا ابني؟ ابن خالي. ابن خالي ابن خالي ابن خالي عروسه. خلصنا ومشينا من عند عبد الرحمن، وطبعا لازم يشيلنا يعني حاجه، ف بنستنى الميكروباص دلوقتي علشان يودينا عند منطقه اسمها الشون. المنطقه دي المفروض اللي هي اقرب حاجه اللي على الله عشان نجرب سندوتشات المكرونه بما اننا في المحله. والميكروباص جه اهو. وصلنا عند على الله. اسم هنا اسم عالم يعني، هو اسم مشهور جدا هنا في المحل بيع سندوتشات المكرونه. فاحنا قلنا نجرب قبل ما نمشي، و قلت له ان هو لسه هنشيل من التوك توك يعني. الرجول. السلام عليكم، احنا دلوقتي في المحل يا جماعه، وهنجرب اول مره سندوتش المكرونه. انا مش عارف هو هيفتكر ازاي، بس يلا. هو مش متوقع اصلا. هو مشهور هنا، بس ما نشوف لسه، هنشوف هو طعمه عامل ازاي، بس يا رب يا رب يطلع حلو. كان بيشحن وجه. ده بلاد بلوجر جديد، ده وجه جديد. مش ارخص من كده يا جدعان والله. هات المحل قبل ما اعمل كده. على الله. يتم تجهيز المكرونه دلوقتي عند عضل. طبعا سر المهنه، فمش عايزين نساله بيحط ايه يعني. ان شاء الله المحل زحمه، وده حاجه تطمن يعني. استنى بقى شويه على السندوتشات يلا نجرب. انا عادي نقعد جوه صالح. عارف ان ابو احمد مش هيسكت. اول مره نجرب الحوار ده. نجرب بسم الله. جامد والله، والله جامد. جرب مش هتندم. المنظر لوحده بيقفل الواحد، فاهم؟ لا جرب بس. طه حلو.
ايه رايك؟ مكرونه ومحطوطه في عيش عادي بس حلو يعني اختراع. يعني شغال عادي اختراع المنيو فتح 1990 وده حاجه كبيره جدا. فهم ما شاء الله حتى متالقين في السندوتشات. كل اللي بيجي بيجرب السندوتشات عند على طول. يلا بينا نشوف المكان تاني. ايه رايكم في التعامل هنا؟ والله الناس محترمه جدا. يعني انا كنت بصراحه محروق في الاول علشان اللي انا اصورهم وكده، بس كلهم كانوا جايين واسم التشانل ايه وبتاع. ف يعني التعامل كويس، احسن من الاكل كمان. يعني الاكل كويس والتعامل احسن من الاكل. فانصحكم يعني تجربوا ان شاء الله، تجربوا المطعم هنا. رايحين الغزل دلوقتي. لسه ناكل لسه الكلام كله سبسكرايب ودلوقتي احنا رايحين هنركب ونروح الغزل. الغزل ده اصلا نادي انشأ سنة 1937، فهو بقاله كتير قوي. فاحنا رايحين دلوقتي. هو ده تابع لشركة الغزل، اقدم شركة في مصر بتاعت نسيج. وعملوا النادي ده من بعد انشاء الشركة بتاعتهم ب9 سنين. ناحية المستشفى كده؟ عن ناحية البرج كده. برج السواق على البحر. انت عارف كان زمان كانوا بيتكلموا انجليزي مع ان كان في جاهلية. من كتر ما الناس هنا انجليزي بالظبط. عاوز الاحتلال الانجليزي يرجع. انما احنا هنا مش عارفين نتكلم ولا حتى عربي. عربي مكسر صح. هنركب طلعت حرب الاول. في ميكروباصات من هناك. اركب طلعت حرب، هو هيدخلك على الموقف المنصورة على طول. بص الساعة قدامك اهي. طه عاوز يقول لكم حاجه يا جدعان. بجد سواق التوك توك اللي احنا كنا راكبين معاه ده، انا مش عايز اسمع عشان بس والله. هو المفروض المشوار الصغير. يا فكري احنا نتفرج على الفيديو ده. ابعت له انت الفيديو بقى. لا ده الدكتور بتاعنا. لا الدكتور بتاعنا يعني هو دكتور علوم عامة. ده دكتور علوم يعني اكبر دكتور في علوم، اقدم دكتور في علوم. انا في علوم اول مره اسمع الكلام ده والله. انت ما عدتش على دكتور احمد فكري؟ الكيمياء العضويه. انت لازم تعدي عليه. انت عشان كيمياء سبيشال هيجينا انت تعدي عليه السنه الجايه. انت كده هتشوف. ايوه وهتشوفه قد ايه طيب ومحترم ويعني بس اللي عاوز يشوفه وشه بقى وشه كله بشاشه. الله ينور. بجد بينجح اي حد كده من غير ما يعمل برزنتيشن. كل الكلام ده قص هتتسوح. لا هو كده الدكتور هو يعني احنا بنحب الدكتور ده اصلا عامه. والناس اللي في علوم اصلا، الناس اللي في علوم اول ما تشوف الفيديو دي هتقول ان انت هيحطوا لايك. واحد زعلان ان هو ما عادش هيشوفه غير في السنه الرابعه بس. رجعنا دكتور تجي لنا في سنه ثانيه او ثالثه. الله اعلم الرابعه دي هتيجي امتى. الله اعلم هيفضل. يا رب الرابعه هتيجي امتى؟ على 3 سنين. والله انت شايف انا كنت قبل كده هو كان طالع بالعربيه بتاعته، فانا كنت برمي عن نفسي على العربيه بتاعته عشان انا بحب الدكتور ده. فبقول له يا دكتور تلاقيته يعني ما خدش باله مني. لا هو كان بيتكلم في التليفون. هو ما ينفعش. معذور يا عم. كان بيتكلم في التليفون. قمت من على العربيه ومسيت عليه لقيته مكمل عادي يعني. دكتور حبيب قلبي والله. طبعا تعمل صوته شغاله مفكره ديكور بس لا طلع الكلام تمام يا جدعان. ماشي. الدنيا هنا لذيذه اهو. احنا في بريطانيا دلوقتي، بريطانيا الغلابه. ده انت تيجي تقعد هنا ده يكون الجو حلو شويه، تفضل تبص البرج كده كل ربع ساعه زي ما انت سمعت الصوت كده ايه يدخل القلب. دول قطع ده الماء. لا ديت عادي. دي مش مقاطعة. قطع ده ولا لا يا شباب؟ لا انت بتبين والله مش مقاطعة. والله ما نعرف دي مقاطعه ولا لا، بس احنا رحنا اللي بتاع السوبر ماركت وقال لنا دي مش مقاطعه. الاعمال بالنيات. وبعدين المية نعمة ربنا فيها.
المفروض احنا نخش من هنا دلوقتي. البوابه دي هو الاستاد اصلا دلوقتي بيتجدد، حتى بتاع عربيه الزلط اهو. سالت الراجل بقول له المفروض ندخل بوابه الاستاد منين، فهو قال لي هو المفروض برضو من هنا، بس الاستاد نفسه بيتجدد. ف هنروح بقى نشوف النوادي اللي هنا سريعا كده وننهي معاكم الفيديو حبيب قلبي باذن الله. زي الفل. الناس هنا محترمه جدا والله. يعني والله بجد الناس هنا طيبه قوي. تحس ان انت في بلدك كده. عمو ده عشان الاصلاحات اللي بتحصل جوه. يا جدعان احنا دلوقتي سيبك من محمد بلال لانه هو بيدفع فراشات. باين قالت له ان هي بتحبه باين ومش عارف، هو قاعد بيدفع فراشات دلوقتي. ما قالتلكش لسه؟ لا مش على كده، بس ده كلام تاني. معلش ما انا اول ما انت بصيت في التليفون قعدت تضحك كده، بصيت كده مره واحده. عادي يا عم، امه بتطمن عليها يا عم. ماشي. ليتك منها طه. انت راجل زي تسلم. على دماغي. بيقول ممنوع التصوير بس علشان نصور عادي يعني. فهو اللي الراجل جايين بس اهو عشان اول ما شاف بلال معانا. اللي ان شاء الله كلكم هتعملوا عليها سبسكرايب. يخش يعملوا سبسكرايب. حاسفرين بحاجه. الشباب الصغيره داخله تتمرن دلوقتي، فهندخل نشوف الدنيا ماشيه ازاي. الراجل ده الدنيا جايه عليه بقى. انا زعلان، كنت عايز اصور معاه بس هو شكله متأثر. صفحه؟ لا حماد عرفت منين؟ كل اسمه محمد بلال ولا ايه؟ حماد محمد. والله صاحبي. خلاص سيبك من محمد، سيبك من محمد. عبدو اه اسمه عبدو. انت اسمك عبدو صح؟ بتتمرن هنا؟ التمرين هنا كويس؟ بتتمرن مع مين؟ مشهور هنا؟ بقالك قد ايه بتتمرن؟ شهر. تعرف تلعب يعني كوره كويس؟ مروان دخل عندنا على التشانل اهو. قاعد يسيرش عليها. الباك جراوند صفرة كده. لا التشانل. قلب بقى في الشانل براحتك، واي فيديو تعمل عليه لايكات 3 تعليقات. بص هو بلال اخويا. بقولي كده كذاب. لا ماشي. الفيديو ده لما ينزل بقى تبقى تقول لي انا مروان. انا المفروض اللي احنا داخلين نبص بص على النادي كده، علشان الاستاد. هو ده الاستاد يا مروان صح؟ ده المفروض الاستاد دلوقتي، بس هو فيه تصليحات فللاسف مفيش دخول. حتى لو في دخول يعني مش هيبقى احسن حاجه عشان التصليحات. الرجاله التفصه الصوت. بعد الساعه كده احنا بقالنا ربع ساعه. والله يا جدعان انتوا في قلبي والله. السكر حساك ان انت في بريطانيا. ده الاستاد ما شاء الله مساحته كبيره جدا، وانا ماليش في الكوره قوي بس الناس. ام عبدو والله هي اللي مجهزه. مش قايلانا والله. ربنا يديمها بواجبها يعني وكده يعني. ربنا يخليها لك عبدو. يا عم هنشحت عليها. ده الاستاد اهو، من اول هناك لهنا. ده كله تبع الاستاد. والطقوس هنا شكلها جامد جدا. مساحه كبيره. هنعرف قد ايه ونقولها لكم يعني. فبس وزي ما انتم شايفين الاستاد ده اصلا بيجي فيه ناس كتير جدا يعني بيلعبوا هنا بصراحه اماكن حلوه كده يعني، زي اللي هي مزارات زي اسكندريه والحاجات دي. يا جدعان انا عايز بس بعد اذن اللي بيصور وبعد اذنك صاحب القناه، انا عايز امسي على واحد صاحبي يعني. احمد فكري. لا مش احمد. دكتور احمد فكري على دماغي. انت على دماغي. معايا واحد صاحبي اسمه علاء السيد.
احلى مسا عليك يا احلى علاء في الدنيا والله، يا احلى صحبه في الدنيا، احلى يعني يلا عم علاء من غزل المحل. الأكاديمية مش عارف مسموح بالتصوير ولا لا، فاحنا هنسأل الأول هنا ممنوع التصوير فما رضناش نصور يعني ما فيش أي حاجة أصلا جوه غير ملاعب غير الملاعب، الناس بتلعب اهي. يا جماعه الراجل ده مش جدع لان منعنا نصور، وصاحبه اللي هناك اجدع منه قال لنا هو ممنوع التصوير بس صوروا عشان خاطر الرجاله واقفه وبتاع وعشان خاطر القناه. فده الراجل ده مش جدع، وانا لو عرفته بعد كده وشفته في محل تاني مش احسن، مش الراجل جوه بيقول لنا ممنوع التصوير، قام بيقول له خلي بالك انت مش جدع، اللي بره اجدع منه. بس كده ننهي الفلوج بتاعنا ان شاء الله، اوريكم المواصلات واحنا راجعين عشان تعرفوا احنا بنتمرمط قد ايه عشان نجيب فيديو كويس زي ده. فوالله يعني ركبنا حوالي، انا راكب امبارح حوالي 6 مواصلات، الاكل والله معانا والحاجه معانا عشان الطريق بياخد حوالي 4 ساعات كده لحد المنزل. و5 البورسعيد. انا رايح بورسعيد. الراجل ده مسافر هو شكله بورسعيدي خالص والعربي حبيب قلبي. والله خلي بالكم برضه ده مش لوني، انا شديت بس من الشمس مش والله يعني والله انا كنت ابيض عن كده. الرجاله بقى ان شاء الله هتبقوا معايا في الفلوجات الجايه. انتظرونا بقى في الفلوجات الجايه، وان شاء الله جايات كتير. انتظرونا في الفلوجات بعد كده على القناه ان شاء الله. خلاص الرجاله حبوا الموضوع ولا يفتحوا تشانل لا يبقوا معايا. مش هننافس عبد الرحمن ان شاء الله. انا نكون شركاء. تنورونا يا رجاله. السلام عليكم. رايحين نركب المنصوره بقى واخرنا لحد هنا. السلام، كان معاكم عبد الرحمن.